السلام عليكم. جربتي تشوي الفراخ على البوتاجاز قبل كده؟ استني لما تشوفي التحمير ولا الطعم والريحة، الطريقة دي هتبقى اعتمادك. بس قبل ما نبتدي هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا عملناها ازاي. اول حاجة انا عندي بصلاية كبيرة قطعتها على 4، طماطمية برضو كبيرة قطعتها على 4، قرن فلفل حامي كده سبايسي، وحطيت ليمونية كبيرة كمان، عصير ليمونية كبيرة. وبعد كده هحط البهارات بقى، رشة فلفل اسود كده حوالي معلقة صغيرة، معلقة ملح برضو، بهارات فراخ، ومعلقة برضو بهارات مشكلة، معلقتين مستردة، رشة زعتر كده نص معلقة، وحوالي معلقة كركم، ونص كوباية حليب أو علبة زبادي، معلقة عسل نحل. بس كده، وهضرب كل الخلطة دي كده مع بعضها. هجيب بقى الفراخ بتاعتي، هكون غسلاها ومنضفاها كويس جدا، حطاها في محلول ملح ونقعاها كويس قوي وسبتها لما اتصفت من المية خالص. وبعد كده بجيبها بقطعها، بعمل فيها فتحات كده، بقطعها الاول على نصين، بعد كده بعمل فيها فتحات عشان التتبيله بتاعتها تبقى تدخل جوه اللحم من جوه. اي حته فيها مفصل او عظم كده اديها فتحه كده بالسكينه. بعد كده هكب عليها بقى التتبيله بتاعتنا اللي احنا عملناها دي. التتبيله اللي انا عملتها دي كانت كتير، فانا شلت منها كمان الباقي، شلته في كيسه في الفريزر ينفعني في اي حاجه تانية يعني. هي قعدت حوالي ساعة، بس الأفضل إنها تقعد من 3 4 ساعات كده، يا إما الأحسن كمان والأحسن إنك تسيبيها من بالليل كده، تتبليها من بالليل وغطيها حطيها في التلاجة وتقومي تاني يوم تشويها. بس أنا كنت مستعجلة فقعدت حوالي ساعة بس. هحطها على النار في الجريل كده، معلقتين زيت، وبعد أول ما يسخنوا كويس قوي هروح حاطة على طول الفراخ، وهحط عليها باقي التتبيلة بتاعتها، وهغطيها في الجريل واسيبها. كل شوية كده هديها تقليبة على الجنب التاني لحد ما هتتحمر معاكي وهتبقى رجعتها ورا على النار هادية شوية كده تستوى مع نفسها بالراحة. وهنعمل شوية رز بسمتي. عندي هنا معلقتين زيت ومعلقة سمنة، مقطعة بصلاية كده حجمها وسط، هشوح البصلاية بس يا دوبك لونها يصفر معايا كده. احط لها شوية ملح وفلفل اسود. اول ما البصلايه بتاعتي تصفر كده هنزل بقرن فلفل سبايسي حامي وقرن فلفل رومي كده كوبي مقطع حتت صغيره، هقلبها كويس مع بعض. وبعدين هنزل بالبهارات. هنا التليفون للاسف فصل. انا حطيت الليمون المجفف وورق لوري ومعلقه كركم ومعلقه بهارات كبسه، وحطيت مكعب مرق ده اللي ما تصورش. بعدين حطيت الطماطم، طماطميه كبيره كده كنت بشرتها بالمبشره. وبعدين اخر حاجه الجزر. كل ده بياخد تقليبتين وبتنزلي بالحاجه التانية اللي وراها على طول. اخر حاجه حطيتها الجزر. لما حسيت الطماطم كده كأنها اتسبكت كده، نزلت بعد كده بالرز. هتقلبيه كام تقليبة كده حلوة مع بعض يشرب السوائل بتاعته اللي فيه. وبعد كده انا كنت حاطة هنا 3 كوبايات رز بسمتي، حطيت عليهم برضو نفس العيار 3 كوبايات مية. ما تكتريش المية للرز البسمتي عشان هيبقى مش حلو معاكي كده، يطلع مفلفل وطعمه حلو. بعدين هنا بنعمل بقى سلطة الدقوس اللي بتتعمل مع الرز البسمتي. هنا حطيت طماطمتين كبار، وحطيت قرن فلفل، وحطيت حزمة كزبرة خضراء، معلقة توم، رشة ملح، فلفل اسود، شوية كزبرة ناشفة، وشوية كمون، وليمونية، وربع معلقة خل كده، ربع فنجان خل، ومعلقة ملح. بعد كده هضربهم بالكبة كده ضربة حلوة. وخلاص كده هي كده جهزت معايا سلطة الدقوس دي. تاكليها بقى مع الرز البسمتي. هنا الفراخ كانت خلاص خلصت، حطيت لها بس ولعت لها فحمايه كله على البوتاجاز. وهنا الرز كمان كان استوى. بصي مفلفل ازاي. ما تكتريش ميه الرز زي ما قلت لك، هي معيار الرز معيار الميه. جربوا الطريقه وقولوا لي رايكم في التعليقات، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والاشتراك. وادي اكلتنا كده جهزت، خفيفه وسهله، ما خدتش ساعه زمان كانت خلصت. وبألف هنا.